يا اخي، وانا بتفرج على حوار ابستين ده والقصص اللي بتطلع عليه افتكرت الزمالك فجأة. تقول لي ايه العلاقة؟ اقول لك انا ايه اللي جه في دماغي بالظبط. العلاقة هي غريبة برضو، ان ابستين والجزيرة بتاعته في ناس متحكمة في العالم. في ناس ممكن بكلمة ان هي ممكن ما تقومش دولة، وفي ناس بنفس الكلمة ممكن تقوم دولة. وده بحسه دايما بيحصل مع الزمالك، ان في ناس بحس ان في ماسونية عالمية موجودة، هدفها ان الزمالك ده ما يقومش. يبان الكلام بتاعي كلام راجل زملكاوي يعني متشدد قوي، بس يعني تعالى يعني حاول كده تبص الصورة من بره. تعالى نفتكر مثلا، او تعالى نسمي الاسم ده مثلا لنادي الزمالك، نخليه مثلا نادي ابستين مثلا. تعالى نسميه نادي ابستين. تخيل كده لو نادي ابستين ده اللي انت تعرفش عنه اي حاجة في الدنيا، حد بيقول لك ان النادي ده من 2005 لحد 2026، انت بتتكلم في 21 سنة ما عندوش مجلس إدارة واحد واحد يوحد ربنا مستقل. ورغم ده بقى هتلاقي بقى حاجات غريبة يعني بتحصل. يعني مثلا هتلاقي الزمالك ده بيكسب، بياخد اوقات دوري، اوقات بياخد كاس، اوقات بيخش كونفدرالية وينافس عليها. يعني مثلا عندك زي ماتش الزمالك الاخراني قدام المصري ده، حالة غريبة في الفرقة، حالة غريبة. يعني انت بتتكلم مثلا على تقريبا 22 لعيب ما بيقبضوش بقالهم شهور. غير كده كمان ال 22 لعيب كلهم عايزين يمشوا. يعني حسام عبد المجيد عايز يمشي، الونش كان الاهلي كان بيكلمه قبل كده، ما عندكش باكات لا يمين ولا شمال، اصابات بقى ومش عارف ايه. يعني طلعت ناشئين من تحت، عندك خط النص نفس الكلام، دونجا عايز يمشي، عبد الله السعيد ما بيقبضش، ناصر ماهر مشي اصلا، بزير ما بيقبضش، كوبانزا اصلا يعني قبض او ما قبضش ما فيش فرق كبير، عداد الدباغ ما بيقبضش. فرقه كلها 11 لعيب ما بيقبضوش، ورغم ده تلاقيهم عندهم حرقه وجرينتا وبيلعبوا بقلب. وبستغرب برضو اكتر الناس اللي تقول لك روح الفانيلا الحمراء، روح المش عارف يا عم تمام، بس يعني تعال نقارن مواقف كده. روح الفانيلا الحمراء قصاد روح فانيلة ابستين. روح الفانيلا الحمراء دي انت لعيب بياخد مرتبه 10 على 10، بياخد مكافآته 10 على 10، بياخد حوافز 10 على 10، متدلع يعني متروق، واعلانات ومعسكرات نظيفه، ومش شاغل باله باي حاجه، مش عايزه يقاتل لغايه اخر دقيقه ويجيب لك جول. ما يجيب ده، يجيب تسعه. ده الراجل يعني ما فيش بعد كده روقان يعني. يعني عايز توفر له ايه سبل راحه اكتر من كده؟ هو الراجل رايق قوي كده يعني، واخد كل حاجه في الدنيا يا راجل. ده واخد كل حاجه في الدنيا يعني. انما فرقه تانية بقى، هي دي النقطه، فرقه ابستين دي اللي هي لا بيقبضوا ولا دنيتهم مستقره، مدرب كل يوم بيتغير، الاداره على كف عفريت، كل حاجه. يعني ظروفهم صعبه، ظروفهم صعبه لدرجه ان في لعيب مثلا منهم اللي هو عبد الحميد معالي، الراجل مش لاقي شقه يقعد فيها، شقه يعني ابسط حقوق البشر مش موجوده في النادي ده. ورغم ده تلاقي في قتال وجرينتا ما تفهمها، يعني انا مش فاهم. يعني انا عندي مثلا لو انا عايز اجسد روح الجرينتا، اقول روح الفانيلا البيضاء. انما روح الفانيلا الحمراء، يعني انا فاهم والله، اللي هي يعني هي ركبت في دماغ الناس. روح الفانيلا الحمراء اصل هم بيجيبوا جون في اخر دقيقه، والبلاس 90 10 على 10 تمام، هو ده دي الجرينتا فعلا. بس الجرينتا دي وانت مرتاح ومتدلع ومتهنن، ومفيش بعد كده، وعايز تزود عقدي بنزود لك، عاوز اعلانات بنديك، عايز تعمل افلام هنخليك تمثل، تعمل كل حاجه في الدنيا. عايز ايه ما لازم اموت نفسي مش عشان خاطر الفرقه والفانيلا وبتاع، اموت نفسي عشان ده اكل عيشي. اصلا مش هلاقي دلع غير يعني، مش هلاقي الدلع ده في حته تانية، فانا تمام، انا لازم اموت نفسي انا. يا راجل ده انا يعني بص هقطع شراييني على الفرقه، انا هموت، اصل ما في الاقي فين دلع اكتر من كده. فانا يعني لو سبت ده هروح فين؟ هروح بقى في المرمطه بقى، والناس اللي مش لاقيه تاكل، الناس اللي ما عندهاش مايكروويف حاله بؤس، حاله بؤس. وبرضو يعني اتذكر برضو الموضوع بتاع ابستين ده برضو يفكرني ان في فعلا ناس مصمما ان الزمالك ده يفشل يعني. هو مصمم، تحس ان في مجموعه من البشر كده قاعدين مع بعض برضو في جزيره ما، في الجزيره بس مش ابستين، هي في جزيره بس. يعني الحدق يفهم هي مش في ابستين. بتحس ان هم قاعدين بيخططوا مع بعض ازاي نفشل النادي ده. يعني نادي بقول لك في عز مثلا مكان عنده فرقه جامده وبتاع، وداخلين على ماتش جامد بقى ونهائي افريقيا وكده، مجلس الاداره كله محروم ان هو يحضر الماتش، وكلهم مقالين وي وي وي.
اتفهم والله ان في قرارات وفي قوانين، ما انا كل حاجه في الدنيا ليها قوانين، وكل حاجه ممكن نلعب بقوانينها. زي بالظبط برضو الموضوع بتاع الارض ده. يعني الموضوع بتاع الارض انا ما حاولتش اتكلم فيه قبل كده، بس يعني انا في فكره في دماغي هي تبدو ساذجه، ساذجه لدرجه ان هي ده الحل يعني. الفكره من سذاجتها هي دي الحل. تخيل كده مثلا ان الزمالك عايز الارض دي عشان يقوم شويه، يعني على اعتبار ان محدش مترصد له ولا حاجه، عايز يقوم عشان يعني مشاريع ومش عارف ايه. اعتبر، انا بقول لك اهو، اعتبر ان في فعلا مخالفات والناس دي بتتمرقع وبتتدلع ومش عارف ايه. طب ما بدأوا يشتغلوا يعني سيبهم شويه، يعني خليك ورا الكداب يا اخي. بدأ يشتغل اهو، على الاقل هيسدد لك ضرايبك، الضرايب اللي على الزمالك والفلوس بتاعت المرتبات بتاعت الناس الموظفين، سيبك من اللعيبه خالص. على الاقل هيدفع الفلوس بتاعته مثلا في الزمالك. عليه فلوس كتير قوي في الفيفا مثلا، عليه فلوس في اتحاد الكوره. بتكلم بقى على الفلوس اللي هي جوه مصر، يعني في جهات في الدوله هتاخدها وتستفيد منها. هيصرف على الناشئين، ففي ناس نشء هيطلع ليه لازمه. يعني هيبقى لو انت بصيت لها كده ايه من ناحيه ماديه بحته، هيفيد يعني اسيبه شويه ممكن يطلع لي حتى فلوس انا اعرف استفيد منه. يعني انا مثلا كاتحاد كوره، عليه فلوس كتير يا عم، هتجيبه ده الضرايب، تعال انت عليك كتير قوي، تعال. فطب ما انا سهل عليه عشان يدفع. عامله زي بالظبط ايه، تخيل كده واحد مثلا كسب جايزة مليون دولار في اليانصيب اللي احنا بنقعد نسمع عنها دايما في الافلام الاجنبي. كسب في اليانصيب مليون دولار، ولكن الراجل ده عشان يستلمها محتاج 10000 بس، 10000 دولار عشان يعني يوصل بس يروح يستلم الجايزة. وهو مستلف اصلا من الناس فلوسه، عليه ديون قد كده وبتاع. ف يعني هات بس، هات 10000 دولار والله وهسدد لك كل حاجة. يعني بص، هدلعك، هديك كل اللي عليا وبزيادة. لا لا لا، انت عليك 10000 دولار تجيبهم يا عم انت. طب ما انا فاهم والله، انا عليا فلوس فعلا عايز اسددها لك بقى، ومعايا فلوس هناك اهي، يعني في فلوس هناك اهي ممكن اجيب منها فلوس هجيب هاخد دي وهديها لك. لا لا والله مش ينفع. فبحس ان في تعنت ما يعني. ايه فايدته؟ ما اعرفش، والله ما قادر افهم. يعني خلاص النادي بدأ يصرف يا راجل. ده لو شال نفسه كتر خير الدنيا، على الاقل انت مش يعني مرتاح كدولة، لان النادي حكومي في الاول وفي الاخر. فانت مرتاح كدولة من وجع القلب بتاع اصل الناس ما قبضتش، اصل مش عارف ايه، اصل كل الاصالات دي انت كبرت دماغك منها. خلاص يا عم سيبه يغلط شويه، يعني هيغلط وان شاء الله هيبقى كويس. يعني هيغلط، هو غلط حبه كده وقعد يتمرقع وما عرفش يبني وبنى حاجات غلط، معلش هنسيبه شويه لحد ما على الأقل يمسك نفسه كده، وبعد كده يعني يعتمد على نفسه بقى ان شاء الله. نبقى نحاسبه بقى، نحاسبه جامد قوي بجد بقى. زي ما يعني مش عارف. يعني مثلا على سبيل المثال برضو، مجلس الاداره اللي موجود دلوقتي، مجلس الاداره اللي موجود دلوقتي هو من افشل مجالس الاداره اللي عدت على تاريخ الزمالك وتاريخ الانديه اللي موجوده في الدوري المصري بشكل عام. يعني بشكل عام مفيش افشل من ده مجلس اداره، مفيش حاجه في الدنيا عرف يحلها. يعني والله ولا يعني لا. يعني مثلا الناس كانت بتقعد تقول لك مرتضى منصور راجل مدخل النادي في مش عارف ايه وفي على الاقل ليه علاقات، بيعرف يسلك اموره حتى. يعني شوف بقى مرتضى منصور، رغم ان انا يعني ليا خلافات كتير قوي مع مرتضى منصور ومش مقتنع بطريقته الاداره وي وكل الكلام ده، بس يعني مديك ولو بصيص شغال. انما دول ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه. يعني الكباتن والشباب والبهوات اللي موجودين على الكراسي، ولا الدموع ولا شغلهم اي حاجه، ولا حلوا لك صفقات، ولا حلوا لك قيد، ولا ابقوا لك على الفرقه، ولا اي حاجه. يعني بص النادي يقول لك اصل النادي كان عليه ديون. يا عم طب ما انت عارف ان عليه ديون. بس ده مش موضوعنا يعني. بس تعال نفكر فيها بشكل اخر. مجلس الاداره ده هو قاعد ومكمل مدته 10 10 و100 فل و14. فهل مجلس الاداره ده ما عملش ولا مخالفه؟ ما شطبش على شيك مثلا فتسبب ان في تزوير، فمش عارف ايه، ففي شك مثلا، فالجهاز المركزي للمحاسبات ينزل يطب عليه كده يشوف ايه الحكايه ما حصلش خالص. ليه؟ عشان هو بيقوم بدوره على اكمل وجه في الفشل. انما في واحد شغال شويه، لا تعالى بقى شوف انت بتعمل ايه بقى، ونحل مجلس اداره ونجيب مجلس جديد ونرجع نحله تاني ونجيب اللي قديم اللي كان قبله، وهكذا. ليه؟ عشان دول كان فيهم بصيص شويه. لا بصيص خليك بقى انت في اللخفنه بتاعتك دي، الخفنك. انت عندك بصيص الخفنك. فزي ما بقول لك كده، تحس ان في ايه، ماسونيه عالميه ما. يعني هي مقتنعه ان الزمالك ده لو قام ما اعرفش يعني القدس هتتحرر ولا ما اعرفش. يعني هم رابطين ان الزمالك ده بحاجه ما اعرفش. طب ما سيبه يا عم يشتغل، سيبه يعني سيبه زي ما هو كده. لا هو
عايزه في الوضع اللي هو فيه ده لحد ما الزمالك ما اعرفش يعني. انا عمري ما شفت الزمالك بالحال ده والله. وانت كاهلاوي يعني، انت كراجل اهلاوي ويعني اكتر واحد اهلاوي في الدنيا اللي ما بيحبش الزمالك بص ما يطيقش اللون الابيض ده في حياته، زي الراجل اللي هو بتاع فيلم الزمهلاويه ده، بص البيت كله احمر في احمر وبيشرب فراوله وبتاع والعبط ده. بس يعني ماشي تمام، حياته كلها احمر وما بيطيقش الزمالك خالص، تلاقيه يعني متعاطف والله مع يعني متعاطف مع اللي بيحصل. اصل مفيش كده في مفيش كده في الدنيا. يعني مثلا على سبيل المثال برضو عمال اديك في امثله، بس يعني انت زي اخويا يعني، الحاجه اللي تيجي على دماغي اقولها لك على طول. عندك مثلا الفرقه اللي هي كان ها يعني ممكن تنافس شويه وكان فيها الامل وبتاع، الفرقه بتاعت 2021 او 2022. الفرقه دي كان فيها حسام عبد المجيد، الاهلي بيكلمه. فيها الونش، الاهلي كلمه. فيها ابو جبل، الاهلي كلمه. فيها احمد عيد، الاهلي جابه. فيها احمد فتوح، الاهلي كلمه. فيها طارق حامد، الاهلي كلمه. فيها فرجاني الساسي، الاهلي كلمه. فيها امام عاشور، الاهلي جابه. فيها زيزو، الاهلي جابه. فيها بن شرقي، الاهلي جابه. فيها مصطفى محمد، الاهلي كلمه. ف يعني حط نفسك مكان يعني اقل مشجع زملكاوي، حط نفسك مكانه. يعني الراجل ده بيحس بايه، كميه القهر اللي هو حاسس بيها. يعني ازاي مفيش البالانس؟ ازاي هو ما شفتهاش في اي دوري في العالم. يعني كل الدوريات اللي في العالم، الاتنين اللي هم اللي بيبقوا دايما بيناطحوا بعض. يعني بيبقى في طبعا دوريات بعيد عننا يعني، ربنا يعني ما نسمعش احنا الكلام ده، مالناش دعوه بيه. يعني ده في دوريات فيها اربعه خمسه بينافسوا كده، بس مالناش دعوه بالكلام ده خالص. يعني احنا ايه، نتكلم في اتنين، نتكلم في اتنين زي الدوري الاسباني كده، ايه اتنين بيخشوا ايه لو في بعض كده زي برشلونه مثلا وريال مدريد. فتلاقيهم قريبين في بالانس. برشلونه ممكن يقع ماديا شويه عادي بتحصل، ريال مدريد ممكن يقع ماديا شويه تحصل، بس يرجع تاني يفوق. يعني يرجع تاني الدنيا تبقى تمام. مش عارف فرق مش عارف في الدوري الايطالي ميلان ومش عارف ايه، يقع شويه ويفوق. انما هو الوحيد اللي وقع وما فاقش ومش هيفوق هو الزمالك. فرقه ابستين دي اللي بقول لك عليها دي، هي الفرقه دي اللي هي من اول ما يعني من اول 2004، من اول ما ناس بدات تفكر وبدا يبقى في مخ في دماغ الناس، قال لك طب ما النادي ده نسيبه ليه فايق كده، ما خد على وشك واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع لحد 2026. بكلمك في 21 سنه او 22 سنه فرقه راح في 60 داهيه. فرقه راح في 60 داهية. وكل المحاولات دي محاولات والله انا ما اعرف منطقيتها. يعني انا مش قادر افهم. لعيبه انت بتقاوح على ايه يا اسطى؟ انت لو ما عملتش حاجه ما حدش هيقول لك لا، تمام عيش عيش براحتك خالص. فانت بتحاول ليه المقاوحه وليه بتجاهد، او ليه الجمهور برضو بيروح ماتشات برضو؟ موضوع برضو بيستفزني. انت بتروح ليه يا اسطى؟ بتروح ليه؟ مستني ايه من الفرقه؟ فهو سبحان الله في كيمياء ما بتحصل ان الجمهور ده يهدى شويه، بان هو ياخد بطوله غير منطقيه بالمره. يعني في بطولات الزمالك خدها غير منطقيه بدون اي حسابات، حسبتها كده ورقه وقلم، الفرقه دي اخر فرقه ممكن تاخد البطوله. بس هو سبحان الله سبحان الله ربك بيكرم الناس اللي هي يعني في جواها حاجه ايديها متكتفه. هتعمل ايه يعني؟ هم جواهم حب وجواهم طاقه وجواهم نفسه يعملوا، بس متكتفين. في بسبب بقى اوضاع ما، اللي هو الناس اللي قاعده في الجزيره بتاعت ابستين اللي قلت لك عليها من شويه. في جزيره في ابستين كده الناس بتقعد فيها تقعد تخطط الزمالك ده ازاي يقع. ف اي واحد اهلاوي طبعا هيتفرج على الفيديو ده هيسب لي 100 يعني حاجه، مش هقول ايه ايه، بس هيسب لي كتير. يعني اللي هو انت يا عم بقى شغل المظلوميه. بس والله ما مظلوميه. حاول تخرج بره اهلاويتك شويه، اقلع التيشيرت كده لحظه وفكر بدماغك حبه كده حبه. انا عارف الموضوع ده يعني، لو انت بتكلم اي مشجع زملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي اي حد انا فاهم والله. يعني حاول بس تقول له كده ايه اقلع تيشيرتك كده وفكر معاه، مش هيفهم. بس يعني جرب، يمكن يجرب كده افهم وحاول. شوف الوضع الغريب اللي حصل في الزمالك ده يعني. في مجالس اداره فشل، في حصل في تسيب مالي واداري، حصل في كل حاجه في الدنيا غلط. بس هل تعتقد ان على مدار 20 سنه 20 سنه يا راجل يا مؤمن مفيش واحد فيه بصيص امل كان حاول يعمل حاجه والناس وقفته او عطل او ايا كان؟ يعني فهو الراجل تلاقيه بيقف هيعمل ايه؟ هيحاول يعمل حاجه هيقف، هيحاول يعمل حاجه تلاقيه اترفع عليه قضيه، هيحاول يعمل حاجه يلاقي الدنيا مزنقه من هنا وبتقفل من هنا. مع ان الدنيا زي ما قلت لك ممكن تتحل بسهوله جدا بسهوله جدا. هنحل الدنيا كلها. ايه يا باشا، انت عايز فلوس؟ طب ادي الارض اهي، كمل واعمل فلوسك، بس اعمل حسابك تدفع قسط كذا وقسط كذا يعني هتدفع اقساط جدول له الدنيا عليك. طالما خلاص انا سبت لك الارض عيش بقى يا باشا، وانا هستفاد منك بقى. والفلوس دي كلها تخش في خزينه الدوله. يبقى استفدت ان في نادي عليه فلوس، بلاش نادي
كيان ما عليه فلوس بدأ يدفع. انا كدوله اتبسطت جدا، حد كان متعثر وكنت يعني بحسبها ديون معدومه، الناس بتاعت المحاسبه هتفهمني، دي ديون معدومه، انا عارف ان هي كده مش هتتحصل، فخلاص يعني الديون دي ما هتتحصل، فانا اتبسط جدا. حتى لو بعمل يعني اتمرقع شويه في الاجراءات ما تعثر شويه ماشي تمام اسامحه، بس طالما هيدفع خلاص. فهي دي الحل. انا يعني مش عارف الحل ده بعيد عن دماغ الناس ليه يعني. سيبوا الناس تشتغل، يمكن يدفعوا اللي عليهم. الزمالك عليه كتير قوي قوي، وما اعتقدش ان في نادي في العالم مر باللي بيمر بيه الزمالك ده يعني. دروب واتنين تلاقيه بيقع، بس يعني النادي ده بعكس المنطق هو ماسك نفسه وبس. واتمنى جمهور الزمالك يفضل دايما في ظهر الفرقه. مش عارف ايه السبب يعني، أنا بقول لك برضو انا مش عارف ايه السبب، خليك في ظهرها وخلاص زي ما انت بتعمل، وزي ما انت بتأدي دورك وربك بيكرم عشان انت بتأدي دورك بس.